إلى غير ذلك التسبيح، التحميد، التهليل لله تبارك وتعالى. في هذه الأيام الفاضلة، أيام 10 ذي الحجة، حري بكل مسلم أن يكون شعاره، أن يكون الشعار الذي يرفعه في هذه الأيام المباركة هي ذكر الله تبارك وتعالى. لهذا كان الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا دخلت العشر الأواخر العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك في بيوتهم، وخرجوا من بيوتهم في طرقاتهم، في لقياهم لإخوانهم، في أسواقهم، كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى. يعني تتخيل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يعني يمشيان في الأسواق يكبران ربنا تبارك وتعالى، يقولان الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. كانوا يكبرون الله تبارك وتعالى في الأسواق وفي منتديات الناس ومجالس الناس، ليس بالصراخ وليس بالضجة، وإنما يذكرون الناس بذكر الله تبارك وتعالى، يهمسون في آذان الناس، يسمعون الناس ذكر الله تبارك وتعالى. تخيل أن مجتمع يعيش هذا الجو وهذه الروح من ذكر الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني نرى من محاسن أفعال الناس في زماننا اليوم أن المسلمين يوزعون فيما بينهم بطاقات تذكر بعضهم بعضا بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا المسلم يعني يوزع هذه البطاقات، المعايدات التي فيها الحث على ذكر الله تبارك وتعالى، بل بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك فيضع يعني بعض التسجيلات والتكبيرات التي تعلن ذكر الله تبارك وتعالى، طبعا من درجات وأرضى عند الله تبارك وتعالى، تجعل المسلم قريب من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ آخر، وفي رواية في ملأ خير من ملئه. يعني تخيل أنك تذكر الله تبارك وتعالى مع نفسك، يذكرك الله جل وعلا في خلوتك، تذكر الله تبارك وتعالى. اليوم أنت جالس تسمع هذه المحاضرة أو هذه الوصية أو هذه الموعظة، أنت في دائرتك، أنت في بيتك، أنت في مشغلك، في تجارتك، في سيارتك، في كل مكان، بينك وبين نفسك تقول لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر. اعلم أن الله تعالى يذكرك. جالس مع إخوانك، مع أصدقائك، مع جيرانك، مع موظفيك، مع زملائك، تذكر الله تبارك وتعالى في المسجد، في حلقات العلم، في حلقات الذكر. اعلم أن الله تبارك وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، عند جبريل عليه السلام، عند حملة العرش، عند ملائكة الله تبارك وتعالى المقربين. يعني تخيل هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. في يوم من الأيام يأتي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأختم بهذه القصة. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب فيقول: يا أبي، اقرأ علي القرآن، فإن الله تعالى أمرني أن أسمع منك. فانتبه سيدنا أبي بن كعب، قال: يا رسول الله ذكرني باسمي؟ قال: بلى، يعني نعم ذكرك باسمك، اقرأ علي. قال: فبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنها يعني منزلة عظيمة وشرف عظيم ومنزلة عظيمة أن يذكر الله تبارك وتعالى عبدا من عبيده، وصالحا من صلحاء خلقه، وقارئا من قراء القرآن من عباده، أنه يذكره باسمه، فيقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فاسمع القرآن من في أبي بن كعب. فبكى أبي بن كعب بكى لأن الله تعالى ذكره باسمه، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من في أبي بن كعب. فيا لها من منزلة عظيمة أيها الأحباب، أن نذكر الله تبارك وتعالى. ويكفي أن نقول كما قالوا: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يسمع إلى الله تعالى فليسمع القرآن الكريم. وفقنا الله تعالى وإياكم في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك إلى تعظيم ذكر الله، وأن تكون هذه الألسن رطبة بذكر الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم تمام التوفيق والسداد والنجاح، وحتى لقاء آخر أستودعكم الله